أهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وتكونوا في صحة جيدة وأحوالكم طيبة. ومرحبا بكم في قناتي حفيظة كويزين. الاقتراح ديال اليوم كما كتشوفوا هو عبارة عن سمك سلامون اللي غادي نطيبوه إن شاء الله في الفران. الصراحة تيجي واحد الطبق رائع وصحي، كما كنعرفوا أن سمك السلامون غني بالأوميغا 3 وفيه فوائد كثيرة كباقي الأسماك. كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف ودرناه بواحد التتبيلة اللي رائعة وسهلة وسريع، يعني دغيا كيطيب. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد الا كنتو كتشوفوا القناه ديالي لاول مره. اذا ما نطولش عليكم وندوزوا المقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا بالنسبه للمكونات فانا اختاريت واحد جوج ديال لي طرونش ديال سمك السلمون. غنقول لكم واحد 300 غرام ولا 250 غرام، صراحه ما عرفتش شحال الوزن، يعني الكميه كتبقى على حسب افراد العائله. غادي ناخذوا واحد نص حامضه، غناخذوا العصير ديالها، عندنا واحد شويه ديال زيت البلديه اللي ممكن نعوضوها بالزبده، وعندنا ملحه والبزار وشويه ديال الزعتر، وعندنا بالنسبه للخضر اختاريت البصله ومطيشه والفلفله الحمراء والخضراء هما اللي توفروا عندي. ممكن ديروا اي خضره بغيتوا، انا اكتفيت بهاد الخضر هذه. وبالنسبه يعني دائما من كنقولوا الحوت كنقولوا يعني الحامض. خديت واحد دي طرونش ديال الحامض غادي نديرهم حتى هما، وشويه واحد جوج وريقات ديال ورقات سيدنا موسى. اذا هادشي هو اللي عندي. صافي البنات كما كتشوفوا خديت واحد لو بول، درت فيه داك الزيت، درت فيه الحامض، غادي نزيد فيه الملحه ونزيد فيه كاع دوك المكونات، البزار، شويه ديال الزعتر. الصراحه التتبيله تتجي رائعه فيه، تتعطي واحد المذاق زوين، وما تنكثروش بزاف ديال التوابل، يعني باش ما يضيعش لينا داك المذاق ديال الحوت. الا كانت عندكم شويه ديال الازير حتى هو تيجي معاه رائع، انا ما توفرش عندي ما درتوش. صافي البنات هادشي اللي كاين. غادي نزيد واحد شويه ديال المعدنوس وقزبر ومعدنوس. صافي هادشي اللي كاين. هذه هي التتبيله اللي درت بالنسبه للحوت ديالي. هنايا غادي نحاول انني نمزج داك يعني دوك المكونات كاملين، وغادي نماغيني فيهم الحوت ديالي. هنا كما كتشوفوا خدينا واحد الاناء اللي غادي ندخلوه للفران، او واحد الطاوله اللي غندخلوه للفران. درت فيها واحد شويه ديال الزيت، وغادي نحاول انني نحط هذوك الخضر ديالي. كما قلت لكم ممكن ديروا بطاطا، ممكن ديروا خيزو، ديروا كورجيت، يعني كاع الخضر اللي عندكم الا بغيتوا ديروها ممكن ديروها. بغيتوا تكتفيوا غير بحال كما درت انايا وتقدموه بحال هكا مع شويه ديال الرز اولا شويه ديال الابلي، المهم داك الساعه تيبقى لكم الاختيار. والصراحة البنات كيجي واحد الطبق اللي رائع وتيجي صحي وخفيف، يعني ديروه للعشاء اولا ديروه للغدا. صراحة تيجي زوين بزاف وتيجي لذيذ، كما معروف على سمك سلامون يعني هو فيه واحد البنة زوينة ولذيذ بزاف. كما قلت لكم وخفيف، يعني غير جربوه، انا متاكده انه غادي يعجبكم. المهم هذه هي الطريقه اللي درت اليوم، ومازال عندي طرق وحدين اخرين ان شاء الله نتقاسمهم معكم في فيديوهات وحدين اخرين كيفاش كنطيب السلمون. صافي البنات كما كتشوفوا دابا انايا درت هاد الخضره ديالي على هاد الشكل هذا، درتها في الطاوه. دابا غادي غناخذ الحوت ديالي وغادي نحطو في هاد التتبيله اللي قلت لكم. كما قلت لكم راني زدت فيها واحد شويه ديال الربيع. ما تصوراتش ليا هذيك اللقطه، من المهم راه زدت فيها واحد شويه ديال الربيع. صافي وغادي ندخلوهم الفران. دونك الفران غادي نشعلوه على درجة حرارة يعني عالية. عندي انا ديال الضوء 320 وقيله. المهم هذيك الدرجه الاخيره هي اللي كنديروه عليها، وكنشعلوا عليه من الفوق ومن التحت. صافي وكنغطيوه باش ما يتحرقش لينا السمك. صافي وكنخليوه يطيب، ما كياخذش لينا الوقت بزاف كما معروف، يعني هاد الحوت دغيا كيطيب بزاف، يعني ما كياخذش الوقت. واحد ثلث ساعه 25 دقيقه، يعني الوقت اللي غادي طيب لينا فيه ديك الخضيره. صافي وكيوجد. صافي البنات كما كتشوفوا هنايا من بعد ما حطيت هذاك السمك ديالي، يعني كنديروا داك الوريقات حتى هما كيعطيو واحد النسمه زوينه للحوت ديالنا. وغادي ندير هاد الشيء اللي بقى ليا، هاد الشرموله هذه غادي
غادي نحاول أنني نديرها من الفوق ونزيد واحد شوية د الماء صافي وندخلو للفران كما قلت لكم يطيب. إلا بغيتو ديروا ليه يعني شرمولاد الحوت العادية اللي كنديروا الثومة ونديروا توابل وداك الشيء، حتى هي راه ممكن تجي يعني بحال غديروا طاجين ديال الحوت عادي وصافي. الصراحة إلا درتو داك العطرية والثومة والربيع بزايد وهذا تيضيع داك المذاق ديالو. هو من الأحسن أنكم ديروا ليه يعني بحال هكا ملحة بزار، شوية ديال الأعشاب بحال هكا، هاد الزعتر ولا عندكم كما قلت لكم أزير حتى هو كيتوازى معاه مزيان، شوية ديال هادي اللي درنا ديال ورقة سيدنا موسى، يعني ما تيضيعش المذاق ديالو، تتبقاي تحسي براسك أنك كتاكلي يعني هاد السمك هذا، حيتاش إلا درنا فيه بزاف ديال العطرية ودرنا الثومة وهذا كيضيع المذاق ديالو. أنا كيعجبني بهاد الطريقة هادي. كما قلت لكم إلا بغيتو زعما تزيدوا ديروا العطرية الأخرى راه ممكن ديروها. صافي هادشي اللي كاين البنات. كما كتشوفوا زدت واحد شويه ديال الماء على هذيك العطريه، على هذيك التتبيله عفوا، ودرتها وغادي نغطيه بالبابي الومنيوم وغادي ندخلو الفران حتى يطيب على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كيجي رائع، انا متاكده الا جربتوه بهذه الطريقه غادي يعجبكم بزاف. كيجي زوين وكيجي لذيذ وكيبقى واحد الطبق اللي صحي وخفيف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وكنتمنى ايضا ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه بتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، ويعني بالبارطاج للقناه ديالي للاصدقاء والاحباب ديالكم باش ان شاء الله يا ربي تكبر هذه القناه هذه. وكنقول لكم شكرا بزاف بالنسبه للناس اللي متابعيني، وبالنسبه للناس الاوفياء للقناه ديالي تنقول لهم شكرا بزاف على التشجيع ديالكم من خلال التعليقات، ويعني كنقول لكم شكرا بزاف، وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم. وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. نخليكم مع الصور وبسلامه عليكم. باي باي.